السلام عليكم. اليوم إن شاء الله هناخد الدرس الرابع، الانتماء ورمزه. طيب، ناخد مثال توضيحي. إذا كانت المجموعة س تساوي العناصر 1 3 5. طيب، هل العنصر 3 هل من عناصر المجموعة س؟ طيب، ده العنصر 3 هل هو كعنصر موجود في س؟ نعم، هذا هو موجود في س. يبقى العنصر 3 ينتمي إلى المجموعة س. إلى المجموعة شنو؟ س. شايفين كتبناها؟ لما أجي أكتبها رياضيا ما بكتبها كده، بكتب العنصر 3 وده رمز الانتماء، ينتمي إلى المجموعة س. أوكي؟ طيب، نشوف اللي بعده. هل العنصر 4 من عناصر المجموعة س؟ طيب، تعالوا نشوف المجموعة س. هل العنصر 4 موجود داخلها؟ لا، ما موجود. يبقى العنصر 4 لا ينتمي إلى المجموعة س. طيب، لا ينتمي أنا كيف بكتب رياضيا؟ بالرمز. أقول العنصر 4 لا ينتمي، أكتبه بالطريقة دي للمجموعة س. تمام؟ من هنا يا سادس عندنا بنجد إنه إذا كان عندنا عنصر ما موجود داخل مجموعة فبقول عليه ينتمي العنصر ينتمي إلى المجموعة. وكيف رياضيا بكتب علامة الانتماء أو رمز الانتماء؟ بكتب الانتماء كده. طيب، إذا كان عنصر ما ليس داخل المجموعة فهنا بقول لا ينتمي. وكيف بكتب علامة الانتماء أو رمز الانتماء؟ بكتبه كده. أوكي؟ طيب، من هنا بيجينا، خلينا نكون مركزين كويس، إنه الانتماء بيكون عنصر مع مجموعة. عنصر مع شنو؟ مع مجموعة. يعني العنصر س ينتمي إلى المجموعة. هناخد أمثلة زيادة. طيب، تعالوا ناخد الأمثلة اللي عندنا هنا دي. السودان ينتمي إلى مجموعة الدول الأفريقية، صح ولا ما صح؟ فعلا السودان ينتمي إلى الدول الأفريقية، صح. طيب، الضلع باء جيم ينتمي إلى مجموعة أضلاع المستطيل ألف باء جيم. تعالوا نرسم المستطيل بتاعنا. ده المستطيل. طيب، المستطيل عندنا فيه الأضلاع ألف باء جيم دال. طيب، عندنا الضلع هنا شنو؟ ألف باء، وهنا باء جيم، وهنا جيم دال، وهنا الضلع آخر شيء الضلع ألف دال أو دال ألف. طيب، هل الضلع باء جيم موجود هنا عندنا ضلع باء جيم؟ أيوة، الضلع باء جيم هذا موجود. يبقى الضلع باء جيم ينتمي إلى أضلاع المستطيل، عبارة صحيحة. العنصر 5، ركزوا، هو كتب لي عنصر، لما يكتب لي 5 كده معناها عنصر، لما يقوم يكتب لي بين قوسين كده معناها مجموعة. فهل العنصر 5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الفردية؟ نعم، العنصر 5 موجود في الأعداد الفردية. ليبيا لا تنتمي إلى مجموعة أقطار آسيا. فعلا، حقيقة ليبيا لا تنتمي إلى مجموعة أقطار آسيا، ليبيا تنتمي إلى مجموعة أقطار قارة أفريقيا. طيب، 13 لا تنتمي، العنصر 13 لا ينتمي إلى مجموعة مضاعفات العدد 2. فعلا 13 لا ينتمي إلى مجموعة مضاعفات العدد 2، لأنه 13 عدد فردي، ومضاعفات العدد 2 المفروض تكون زوجية، ف13 لا تنتمي إلى مضاعفات العدد 2. ألمانيا لا تنتمي إلى الدول العربية، وكذلك ده عبارة صحيحة. ألمانيا تنتمي إلى الدول الأوروبية، وألمانيا ليست دولة عربية. وضحت يا سادس ولا لا؟ عشان نمشي ناخد عندنا أول مثال. قال لي في المثال رقم 1 عندنا المجموعة س داخل العناصر 2 3 4. طيب، هل العنصر 1 ينتمي إلى المجموعة س ولا لا ينتمي؟ هنا ما عندنا 1، يبقى الواحد لا ينتمي. أوكي؟ طيب، هل العنصر 3 ينتمي إلى المجموعة س ولا لا ينتمي؟ العنصر 3 هذا موجود، معناه العنصر 3 ينتمي إلى المجموعة س. طيب، هل العنصر 7 ينتمي إلى المجموعة س؟ لا، 7 غير موجود، معناها 7 لا ينتمي. نمشي بعدها. هل المجموعة
4 تنتمي إلى المجموعة س. طيب هل هنا في المجموعة دي كان كاتب لي كده 4 موجودة عندنا هنا، المجموعة 4 موجودة؟ لا، لا تنتمي. ونحن قلنا إنه أساسا الانتماء عنصر داخل المجموعة، يعني عنصر مع مجموعة. أوكي، ما مجموعة مع مجموعة، لا، عنصر مع مجموعة. أما إذا كان كاتب لي إنه هنا العنصر 4 أو المجموعة 4 مكتوبة هنا، مكتوب لنا المجموعة 4، نقول ننتمي. لكن بما إنه 4 غير موجودة، المجموعة 4 غير موجودة، فلا تنتمي. طيب المجموعة 2 و3، هل هنا عندنا مجموعة مكتوبة كده 2 و3 بالطريقة دي من ضمن العناصر هنا؟ لا، ما موجودة، معناها لا ينتمي. طيب العنصر 5، أيوة هذه 5 موجودة كعنصر، موجودة، معناها 5 تنتمي. وضحت ولا لا؟ عشان نمشي المثال اللي بعده. طيب إذا كانت المجموعة ص تساوي س حيث س شهر هجري، ونحن عارفين الشهور الهجرية. طيب هل رمضان ينتمي إلى المجموعة ص؟ هل رمضان يعتبر شهر هجري؟ نعم، معناها رمضان، العنصر رمضان ينتمي. طيب هل الأحد، العنصر الأحد ينتمي إلى الشهور الهجرية؟ لا، الأحد لا ينتمي، الأحد يوم من أيام الأسبوع. طيب هل العنصر شوال موجود في الشهور الهجرية؟ نعم، العنصر شوال ينتمي إلى الشهور الهجرية. طيب نمشي اللي بعده، المجموعة رجب، ركز هنا مجموعة، فلا ينتمي مجموعة لا تنتمي إلى مجموعة. أوكي، المجموعة لا تنتمي إلى مجموعة. لكن إذا كانت بس العنصر رجب كعنصر، رجب من غير أي أقواس كعنصر، بنقول تنتمي إلى صاد. أوكي، لأنه شهر رجب من الشهور الهجرية. طيب هل المجموعة شعبان تنتمي إلى صاد؟ لا، لا تنتمي. ليه لا تنتمي؟ لأنه شعبان هنا عاملة لي كمجموعة، لكن إذا كان شعبان من غير أقواس فأقول شعبان تنتمي كعنصر، تنتمي إلى المجموعة صاد. هل مارس ينتمي إلى المجموعة صاد؟ لا، مارس شهر عربي، مارس شهر ميلادي، فمارس لا ينتمي. وضحت يا جماعة ولا لا؟ عشان نمشي السؤال رقم 3. قال لي إذا كان عندنا المجموعة عين فيها العناصر 0 1 2 3 4 5 6، ما العبارات الصحيحة وما العبارات الخاطئة؟ طيب يلا تعالوا نشوف. الصفر عنصر، نركز إنه الصفر من غير أقواس عنصر ينتمي إلى المجموعة دي، صح ولا لا؟ صح، ينتمي إلى عين. طيب 7 قال لي لا تنتمي إلى عين، فعلا هنا ما عندنا 7، فالسبعة لا تنتمي، دي عبارة صحيحة. المجموعة 5 تنتمي إلى عين، هنا 5 عندنا كعنصر فقط، ما فيها أقواس، صح ولا ما صح؟ فالمجموعة 5 لا تنتمي إلى عين، مجموعة 5 شنو؟ لا تنتمي. أما العنصر 5 عنصر من غير أقواس ينتمي إلى عين. أوكي؟ طيب العنصر 4 هذا موجود ينتمي إلى عين، صح، عبارة صحيحة. العنصر 6 لا ينتمي إلى عين، لا، 6 هذه موجودة، 6 تنتمي إلى عين، دي عبارة خاطئة. طيب المجموعة 0 و2 لا تنتمي إلى عين، فعلا المجموعة دي ما عندنا فيها مجموعة مكتوبة بالطريقة دي، مكتوبة 0 و2، ففعلا هي لا تنتمي. طيب 3 لا تنتمي إلى عين، لا يا هذه العين فيها 3، عنصر 3، فالعين 3 تنتمي، يبقى دي عبارة خاطئة. 10 لا تنتمي إلى عين، هل هنا عندنا 10؟ هل هنا عندنا 10 في المجموعة دي؟ لا، ما عندنا 10، يبقى 10 لا تنتمي، ودي عبارة صحيحة. واضح يا جماعة؟ عشان نمشي لآخر جزء عندنا في الدرس واللي هو التمرين. في التمرين قال لي انقل العبارات الصحيحة في كراستك. طيب 2 تنتمي إلى مجموعة العناصر دي، صح ولا ما صح؟ صح، 2 موجودة، معناها 2 تنتمي، دي عبارة صحيحة. 53 لا تنتمي إلى المجموعة دي، المجموعة دي فعلا ما فيها 53، فيها العنصر 3 براهو وفيها العنصر 5، لكن هل فيها عنصر كامل 53؟ لا، ما فيها، يبقى دي عبارة صحيحة كمان. العنصر 4 ينتمي إلى المجموعة دي، طيب المجموعة دي فيها شنو؟ فيها 14 و7 و8، هل فيها 4؟ لا، يبقى هل 4 تنتمي؟ 4 لا تنتمي، دي عبارة خاطئة.
طيب الصفر لا ينتمي إلى المجموعة دي. المجموعة دي فيها 6، 10، 20. هل فيها صفر؟ لا، ما فيها صفر، يبقى الصفر لا ينتمي. دي عبارة صحيحة. اليمن لا تنتمي إلى مجموعة الدول العربية الأفريقية. صح، اليمن تنتمي إلى مجموعة الدول العربية، لكن اليمن ليست أفريقية، فمعناها اليمن لا تنتمي إلى مجموعة الدول العربية الأفريقية. أيوة، هي تنتمي إلى مجموعة الدول العربية لكن ليست دولة عربية أفريقية. اليمن دولة عربية آسيوية. تمام يا جماعة؟ طيب نمشي للسؤال رقم 2. إذا كانت عندنا المجموعة س تساوي ص حيث ص أحد أرقام العدد 455,742، ضع ينتمي أو لا ينتمي إلى العبارة الصحيحة. طيب العنصر 4. طيب خلونا نكتب المجموعة دي بطريقة رصد العناصر. طيب أرقام العدة 2، 4، 7، 5، والخمسة من غير تكرار، و4، ونقفل قوس المجموعة. طيب هل العنصر 4 الأربعة ما المفروض نكتبها مرتين؟ الأربعة نكتبها مرة واحدة لأنه هنا كتبناها، فخلاص الأربعة تتكتب مرة واحدة. طيب هل الأربعة تنتمي إلى المجموعة دي؟ العنصر 4 نعم ينتمي. طيب العنصر 5 ينتمي؟ أيوة، هذا كعنصر 5 موجود، الخمسة تنتمي. طيب العنصر 7 ينتمي؟ أيوة العنصر 7 ينتمي، هذا موجود. طيب العنصر 17، هل هنا عندنا 17؟ لا، 17 لا تنتمي. العنصر 1، هل هنا عندنا 1؟ لا، الواحد لا ينتمي. طيب العنصر 742، هل هنا عندنا 742؟ لا، ما عندنا، لا ينتمي. طيب العنصر 2 ينتمي إلى المجموعة؟ أيوة، هذه الاثنين تنتمي إلى المجموعة. وكده انتهى درسنا، إن شاء الله يكون الدرس كان بالنسبة لكم واضح وتكونوا فهمتوه.